تاني حاجة لازم أعرف على الأقل برنامج واحد من برامج المحاكاة البيئية. البرامج طبعا كتير جدا، فأنا مش هنصح ببرنامج معين، هي بتبقى أفضلية عند كل واحد فينا. ممكن أنا برتاح في برنامج معين وناس تانية بترتاح في برنامج تاني. ممكن أنا أكون محتاجة برنامج معين عشان هيطلع لي أوتبوتس معينة أنا محتاجاها في التصميم بتاعي، وفي ناس تانية تبقى محتاجة برامج تانية عشان هتطلع لها أوتبوتس مختلفة عن البرنامج الأولاني. يبقى أنا لازم على الأقل أكون عارف برنامج واحد بس من برامج المحاكاة البيئية. تالت حاجة إن أنا أشتغل وأجرب وأغلط وما أخافش من التجربة، واشتغل في مشاريع حتى لو انا ما عنديش مشروع حقيقي دلوقتي. اجرب في مشروع التخرج، اجرب في مشروع انا بسلمه للكليه، اجرب في مشروع انا بعمله لنفسي بعد ما اتخرجت. يعني سواء كان مشروع حقيقي او مشروع انت بتعمله لنفسك او مشروع في الكليه، فلازم على الاقل تطبق الحاجات اللي انت اتعلمتها في التصميم بتاعك. بعد كده هيكون عندك طبعا النولج والخبره العمليه في الموضوع، فتقدر ان انت تصمم المباني بشكل بيئي او ان انت تشتغل كمصمم بيئي في اي شركه. وبالتوفيق للجميع. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا بتشتغلوا على نفسكم ازاي عشان تقووا النولج بتاعتكم في مجال التصميم البيئي.